فضيلة الشيخ عمرو أحمد وفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، أخويا الكبير وحبيبي، ربنا يرضى عنك وينفع بيك ويحفظك شيخ عمرو. قضية تعويم الجنيه اللي الدنيا كلها قلقانة بسبب موضوع تعويم الجنيه، والجيران عمالة تكتب والمجلات والإذاعات وفي الفضائيات، والناس في الشارع قلقانة على موضوع تعويم الجنيه. يعوموا الجنيه، يغطسوا الجنيه، يطلعوا الجنيه. احنا لينا رب، الرزاق هو الله. الرزاق الذي يملك الأمر كله هو الله. قال أحد السلف والله، اسمع وانتبه جيدا، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا حبيبي لازم تؤمن بقضية الرزق دي زي ما انت مؤمن ان انت شايفنا دلوقتي، لازم يبقوا أشد اعتقادا من هذا، ولازم قلبك يبقى مطمن جدا جدا على قضية الرزق. رزقك هيأتيك وما فيش بشر ربنا خلقه يقدر ولا يستطيع يمنع عنك رزقا قدره لك الرزاق. فيعوموا الجنيه، يطلعوا الجنيه، ينزلوا الجنيه، ان شاء الله رزقك جاي. ما عليك الا ان تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك. بارك الله فيكم. ولذا من أصول الاعتقاد لابد أن تعلم علما يقينيا أن الرزاق هو الله، وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويحسن ويزيد. اقرأ في سورة الذاريات قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فربنا عز وجل طلب منك إيه يا حمادة؟ طلب من حضرتك أن أنت تعبده وضمن لك الأرزاق. الرزق اللي بيجيلك مش أنت اللي بتجري وراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هقول كلام كده لابن القيم، كلام لطيف وجميل محتاج منك تصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد. قال يا ابن آدم فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغل نفسك بما ضمن لك. ما الذي ضمن لك؟ الرزق. فإن الأجل والرزق قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا أنت على قيد الحياة كان الرزق آتيا. وإذا سد عليك بحكمته بابا من أبواب الرزق فتح لك بابا أوسع منه. فتأمل حال الجنين في بطن أمه، يتغذى ولا لا سيدنا؟ يتغذى على الدم الذي يخرج. تمام كده؟ إذا ما أغلق هذا الباب فتح بابان آخران. قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب اتقفل البابين دول بعد سنتين من الفطام، اللي يحصل يفتح الله عز وجل لك بابا رابعا الا وهو الفم. تاكل بقى اللحوم وتاكل الالبان وتشرب عصير مانجا زي اللي احنا شربناه، وتاكل النهارده بوري زي بتاع السويس وتونه زي الفل. اذا ما اغلقت جميع الابواب وكان العبد من اهل الجنه فتحت لك ابواب الجنه الثمانيه تتنعم في ايها. قرب عشان الصوت. ما شاء الله ما شاء الله لقد ما شاء الله. ربنا ينفع بيك ان شاء الله. احنا يا مشايخ موضوع تعويم الجنيه ده حصل ايام النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. يعني ايه تعويم الجنيه؟ تعويم الجنيه يعني ما يخضعش للتسعير. فالصحابه خافوا من التعويم ده. فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله سعر لنا. تعالى قرب يا عبد الله. قال يا رسول الله سعر لنا، غلت الاسعار. فقال عليه الصلاه والسلام بل ادعوا الله. الله. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال بل ادعوا الله. فجاءه ثالث قالوا يا رسول الله سعر لنا. يا رسول الله ما تسيبناش نغلي على بعض عرض وطلب، سعر انت. فقال عليه الصلاه والسلام بل ادعوا الله ان الله هو الخالق القابض الباسط المسعر الرزاق. وقال عليه الصلاه والسلام لا تسعروا المسعر الله. القضيه مش قضيه انه هيبقى بكام، هو طول عمره عايد.